هذه وحده من دوك النوع ديال المنشورات والتعاليق اللي كيضرك في القلب بلا ما تحس، وكيخليك تعاود تفكر في الحضن اللي عمرك خديتيه او الحلم اللي ما تحققش. السلام عليكم، انا كوتش منير. شحال من واحد فينا كيتمنى حضن ما خداهش، او طفل ما تزادش، او والدين ما قدروش يعطيوه داك الدفء اللي كان محتاج. هاد السيد اللي غنقراو التعليق ديالو عنده 56 سنه ومازال كيبكي على حفظ الاب اللي ما عاشوش وعلى حلم الابوه اللي ما تحققش، ورغم هذا الشيء كامل قلبه باقي عامر بالحب والحنان وكيطلب غير يحتضن طفل صغير. اسمعوا شنو قال: اصبح عمري الان 65 سنه، كلما رأيت مشهدا هكذا تسيل دموعي حسرة على أني لم أحظى بحضن واحد من والدي طوال عمري. توفي أبي رحمه الله وأنا أبلغ من العمر 46 عاما ولم يحضنني أبدا. عندما أصبحت شابا وتزوجت قطعت عهدا على نفسي أن أحتضن أبنائي في كل وقت، لكن كان للقدر كلمة، فأنا عقيم لا أستطيع الإنجاب. لذلك عندما أرى طفلا مع أحدهم حتى لو كنت لا أعرفه أستأذن من والديه أن أحتضنه، لكن أحيانا لا يسمحون لي بذلك. كم هي غريبة هذه الدنيا، لكني واثق أن الله يخفي لي شيئا أجمل، ربما ليس هنا لكن هناك، حيث سنذهب جميعا يوما ما. كتحس براسك محروم من شي حاجه في حياتك، كتب لنا في التعاليق شنو هي الحاجه اللي بقات في القلب وما تحققتش. راك ماشي بوحدك.